ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. اللي معرفنيش، دي قناتي هما ايه ده، منزلش اشترك في القناه. النهارده بقى نعمل ايه؟ كنت بقى كشري انتوا شايفينه ده، والعيش اللي هو المحمص اللي بيبقى جنب الكشري. اول حاجه هعملها، هعمل بصل كده ايه، هقطعه شرايح او جوليان اللي انتوا عاوزينه يعني، واحط عليه حوالي معلقتين دقيق، من معلقتين لتلاتة يعني. وايه وهمسكه كده ايه، اقلبهم فيه. طبعا صلى على الحبيب قلبنا يسيبه، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بقى هو بقلب في البصل بالدقيق، وطبعا اي شرايح مع بعضها كده بقى ايه، بفكها من بعضها. حسيت ان هو محتاج دقيق تاني فبحط له يعني عادي او نشا، وممكن او نشا او دقيق، ممكن اتنين مع بعض. هنا بقى ده عيش اللي هو العيش الشامي، هنجيبه كده ونقصقصه بالمقص بقى، نقطعه بالسكينة اللي انتوا عاوزينه. ده هنا توم بقى على ملح طبعا عشان نعمل الدقة. وهنا بقى طبعا كنت بقى احمص قبلها بحوالي 4 5 ساعات كده. وهنا بقى ده ايه، بابريكا وملح وكمون وكزبرة وفلفل اسمر عشان احط منهم على العيش، او ايه عامة هستخدمها يعني في الكشري، يعني اخليه جنبي كده احط منه على الصلصة والكلام ده. هقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها، وبعد كده ايه، ه... ايه، هحط بقى العيش ده بقى يتحمص. دي الطاسة اهيت. ما قريتش فيها غير بطاطس بس، يعني مرة واحدة قريت فيها بطاطس، فايه زيت نضيف يعني. هنزل بقى كده في العيش بعد ما الزيت ما يسخن، مش هياخد ثواني كده، ثواني، ثانية واحدة كده بس هتلاقيه ايه، وهتلاقيه اتحمر اهي. شوف والله انا عايزة احكي لكم على حاجة ولا ما اقولكوش ولا ايه؟ المهم عايزة احكي لكم على موقف يعني ايه، اللي هو ايه، آه ولا بلاش بلاش يا جماعة، بلاش، اسكت اسكت يا لساني اسكت. فهنا بقى خلاص هحط العيش، غير سامع حصل خير. بصوا ثواني يا دوب، انا ما قفلتش اصلا يعني هو التليفون شغال عشان اقول لكم ان هو مثلا ما بيقعدش ثواني تقلبه، يعني ما كملش. بصوا دقيقتين واتحمص. مش عارفه ان انا كنت بجيب شوكتين عشان اقلبهم كده ايه الاتنين مع بعض. وعايزه بقى اجربه في الفرن، طلع طعمه حلو وكل حاجه، بس كان عاوز زعتر بقى وكده. وما ان شاء الله المره الجايه نجربه في الفرن ونشوف اني الاحسن، المقلي ولا اللي في الفرن. قولوا لي انتوا كده جربتوه ولا لا، يعني بتجربوا بتعملوه ولا لا؟ يعني ايه بتحبوه جنب المقلي ولا بتعملوه في الفرن؟ ولو حد عنده طريقة تانية يعني يقولي وكده وابقى اجربها. هنا بقى احطه في الطاسة. بصوا مفيش، ما بيكملش اصلا ثواني. هنا بقى كنت بجيب بتاع اسمها ايه دي، هنا عارفة اسمها ايه، الصفاية دي ولا البتاع، عشان اطلع بيها الايه، ال- العيش عشان اصفيه من الزيت. ادي بقى هنا هطلعها على طول على اول ما اطلعها هرشه من التاول اللي انتوا شفتوها دي. معلش الفيديو طويل شوية، بس هو الكشري معروف في الاخر كله اتحط في طبق واحد زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو. هنا بقى خلاص اهوت، بعد ما طلعت بقى كل كده بصوا، حطيت بقى دي الدفعة التانية وهو طلع، هرش بقى عليه الايه، البابريكا. ممكن تحط شطة وكده، بس يعني ايه اللي انتوا عاوزينه يعني. يعني خلاص بقى هقلب بقيت الكمية، وبعد كده بقى احط الايه. هنا بقى حطيت البصل اهو. بس دي هنا بقى كده كله كمية العيش اهيت ايه، هحط بقى عليها التوابل بتاعتها. وهنا بقى البصل اللي سبته يتحمص، والطماطم مش عارفه وريتها في اول الفيديو ولا ما وريتلكوش، مش عارفه والله، في مقاطع كتير مش عارفه راحت فين. المهم اهيت، وادي البصل اهو بعد ما طلع خلاص حطيته على مناديل كده، وهسيبه ايه يكمل. بقى إيه يعني، بطلعه اللي هو بقى السخونية بتكمله يعني بتخليه نشف. الزيت بقى اللي هنستخدمه هنا، بعد ما ضربت الطماطم في الخلاط ضربتها، هحط بقى شوية زيت من بتوع البصل. بعد كده بقى احط التوم اللي انتوا شفتوا ده. هنا الحمص اهوت، حطيت عليه ملح وميه وسبته بقى.
هنا بقى خلاص هحط بقى التوم، مسكته دقيته كده. طبعا لو عندكم توم مفروم في الفريزر ماشي، لكن انا ما عنديش، بحب اعمل كده توم طازه 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 يعني. مش عارفه، ما جربتش قبل كده الا في الفريزر، قولوا لي لو حلو اجربه والله. اوكي كده عندي الكبه وعادي واضربه فيها وقولوا لي، قولوا اسعار التوم عندكم عامله كام. عندنا هنا ب25 جنيه، مش موجود يعني، مش لاقيينه كمان. هنا بقى احط التوم المفروم، واحط برضو معلقه من التوابل اللي احنا عملناها في اول فيديو دي، اللي هي البابريكا والكلام، يعني تشم كده بس ريحتها. وبعد كده ايه، وبعد كده هنروح بقى ايه، هنا كان المفروض نزلت بكيس كانت صلصة. بجيب كيس صلصة كده عشان ايه، بحبه، بحس ان هو بيخلي طعم الكشري حلو. نسيت وكنت مستعجلة، وقمت حاطة من الطماطم. بصوا هنا بصوا هنا الطرطشة دي مبحبهاش بقى. هنا بقى انزل بالكيس اللي هو الصلصة اهو. ماشي، وبعد كده بقى اقلب، وبعد كده انزل بقى هسيبها بس دقيقتين كده بس تطلع ايه اي مادة حافظة منها. وبعد كده بقى هقوم ايه، هقوم نازلة بقى بقيت ما بتاخدش بقى حاجة على النار يعني، اقل من ربعاية، ربع ساعة كده، ايه اقل من ربع ساعة كمان. وبقوم طافية عليه ليه، لان القوطة كده كده اصلا هي مستوية، فيعني مسبكة، يعني صلصة جاهزة يعتبر. هنا بقى هنعمل الرز بتاعنا. هنحط بقى ايه شوية زيت من البتاع، انا بحب اغمق الشعرية بتاعة الكشري بالذات، بحب والشعرية تبقى اكتر من الرز عامة يعني. معلش برضه بعتذر لو الفيديو طويل عليكم، والله غصب عني يعني، ايه دي حاجة غصب عني. هنا بقى اهو، بعد ما الشعرية غمقت اهو، شايفين اللون بتاعها كده تمام، هي ما اتحرقتش. وهنا بقى شوية عدس اصفر على كمية الرز دي. وطبعا في والعدس اللي هو بجيب او بني ده، انا بقول عليه بني، مش عارفه انتوا بتقولوا عليه. مسكته وكنت نقعاه برضو الصبح، يعني كنت نقعاه كده حوالي بساعتين او 3. ماشي، فحطه بقى ايه دلوقتي مع هتشوفوا دلوقتي. همسكه اغسله طبعا مكان ما المية اللي اتنقع فيها، واصفيه بقى وهنزل عليه فين، في الرز. كنت الاول بسلق العدس ده والله يا جماعه، يعني كنت الاول انا بسلقه. دلوقتي بقى لما كده مثلا شفت الطريقه، يعني حسيت اني لا، يعني قلت طب وليه، طب ما هو كده كده هيستوي مع الرز، بزود بس شويه ميه يعني زياده سيكه اهو. فقلت يعني مش مستاهله يعني مواعين، كفايه المواعين اللي هي بتاعه الكشري. ادي هنا اهوت. وهنا بقى دي الدقة، حطيت معلقة من الصلصة، شوية خل، ملح، فصين توم مهروسين، وكمون وفلفل اسمر، ومعلقة من التوابل اللي انتوا شفتوها دي. هنا بقى دي مية هي بتاعت المكرونة. عملت المكرونة اللي هي قبل المحمرة يعني، او الاصغر من المحمرة كده شوية. هنا بقى احط معلقتين برضو من الزيت، وشوية وشوية ملح. صوت الباب ده رخم قوي. هنا بقى هحط شوية ملح بقى، وبعد كده هنزل بقى بالسباكيتي على اللي هي المحمرة بس صغننة شوية يعني. اه اهي. هنا بقى كان في شوية كده هما، بس انا نسيت اوريها لكم والله. هي الاصغر من المحمرة عامة اللي انتوا عاوزينه يعني. في ناس بتحط المكرونة الواسعة، وفي ناس بتحط المكرونة اللي هي المحمرة، في ناس بتحط معوجة دي، ولا اسمها معوجة، ولا عارفة اسمها ايه. مش عارفة اسمها ايه، اللي هي بتبقى جاية بزاوية دي. هنا بقى بقطع البتاع. وهنا بقى هي البتاع بعد ما قلبت الدقة، حطيت ايه، حطيت ليمونتين اللي شفتهم ده. هنا بقى هنعمل الشطة. وانا طبعا ما حبيتش ان انا احمر الشطة كتير، لاني اساسا انا ما بعطس مناخيري بتنزل دم لوحدها، فبالك بقى لما الشطة بقى تفضلي تعطسي والنزيف يزيد في مناخيري، فانا اختصرت على طول. وطبعا عاينة شوية من الدقة، يعني شوية دقة بتشربي بيهم. طبعا طلعوا كتير، المفروض كنت حطيت شوية صغننين، ما عرفتش حطيتهم كلهم، بس انا ذكية بقى قمت نازلة بيهم كلهم مرة واحدة، عشان كنت بصراحة خايفة من ريحة الشطة. هسيبها بقى تقلب وبعد كده ايه، ده انا موريتش مع كمان في
حتة من الفيديو كده اللي هي اسمها ايه، اللي هي يا ربي اه، اللي هي بقى ما وركوش انا الحلال كلها والدنيا. فانا حابة برضو ان انا اختصر هنا بقى بعد ما تقلب افضيها هنا في مج كده اهو. بصوا مسكت بقى بعد ما خلصت البوتاجاز بقى بالارضية بالحوض بكله، بس كده اهو. ده بقى دي النهاية بقى في طبق واحد. بس اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.